تعرف ان الزيجبي بيستخدم نفس الطريقه اللي بيستخدمها النحل علشان ينقلوا المعلومات ما بينهم وما بين بعض عشان يعرفوا مكان الاكل فين؟ والله زي ما بقولك كده، النحل بيستخدم طريقه اسمها الانفينيتي دانس. الانفينيتي دانس دي عباره عن ان النحله بتقعد تعمل ذبذبات بطريقه معينه. النحل بيفهم ان الزاويه بتاعه الذبذبات دي ال90 درجه بتاعتها ده اتجاه الاكل او اتجاه الرحيق اللي هم هيبداوا يروحوا يجيبوا من خلاله الاكل. نفس الطريقة اللي بيستخدمها الزيجبي في نقل المعلومات ما بين الأجهزة وما بين بعض. عايز تعرف معلومات أكتر عن الزيجبي؟ تعال نكمل مع بعض الفيديو. اعمل شير للفيديو عشان الناس تستفيد، اعمل سبسكرايب للشانل لو انت حابب ان انت تشوف الفيديوهات التانية بتاعتنا، واعمل لايك واعمل لنا فولو على البيج بتاعتنا لينكد ان. وتعال نكمل بقية الفيديو مع بعض. بعد ما تحمل القصة دي كلها تعال نكمل مع بعض الفيديو. الزيجبي تم تطويره سنة 1998 على ايد شركتين هما فيليبس وموتوريلا، بالتعاون مع شركتين تانيين هانيويل وشركة اسمها سيمي كوندكتور واسمها حاليا NXP سيمي كوندكتور. تم الإعلان رسميا على الزيجبي سنة 2004 على يد منظمة اسمها زيجبي أليانس. المنظمة دي بيندرج تحتيها شركات المشهورة زي فيليبس زي سامسونج زي سيمنز علشان يقدروا يطوروا من تقنية الزيجبي. طب ايه المميز في تقنية الزيجبي؟ ان هي بتستخدم كمية طاقة قليلة جدا في نقل الداتا، وده لانها بتستخدم ترددات قصيرة او متوسطة في نقل البيانات، وتكاد تكون سرعة نقل البيانات كمان 20 او 250 كيلو بايت في الثانية، ودي سرعة قليلة جدا في نقل البيانات بتخليك تستهلك اقل كمية طاقة في نقل الداتا. ده بيخلينا نستخدمها في نقل الداتا من أجهزة لأجهزة لأن هي بتوفر الطاقة، وخصوصا للأجهزة اللي بتستخدم ببطاريات بتديها زيادة أو لايف تايم أطول بكتير. لكن من رغم جمال تقنية الزيجبي وإن هي بتوفر الطاقة وبتنقل البيانات بطريقة كويسة جدا، إلا إن فيها بعض المشاكل، والحلو ما بيكملش. من أشهر المشاكل اللي موجودة وهي الواي فاي والزيجبي. الواي فاي تقريبا بيستخدم نفس التردد اللي بيستخدمه الزيجبي وهو 2.4 جيجا هرتز، وده بيخلي في حالة ان نفس الترددات دي بتستخدم نفس القنوات اللاسلكية او ما يقال عنها channels، بيحصل تداخل ما بين الترددات دي. طبعا احنا عارفين ان الواي فاي الوايرلس فيديليتي بتستخدم نفس التردد اللي بيستخدمه الزيجبي وهو 2.4 جيجا هرتز، ولو الواي فاي استخدم نفس القنوات اللاسلكية او التشانلز اللي بتستخدم ايضا في الزيجبي، فبيحصل تداخل ما بين الاشارات وكده بنخسر الداتا اللي احنا بننقلها. لذلك يفضل دائما ان انت تستخدم التشانلز في الزيجبي مختلفة عن التشانلز في الواي فاي. طب يا عم ايه المشكلة؟ ما احنا هنعمل كده وهنظبط الدنيا. هو تمام مفيش اي مشاكل، بس خلي بالك ده بيتطلب منك دراسة جيدة للمشروع بتاعك، تعرف فين الاكسس كنترول اللي متركبة، تعرف فين الراوتر، تعرف الواي فاي والترددات بتاعتها والاشارات بتاعتها وكل حاجة، لانك لو غلطت في اي حاجة الاشارات هيحصل فيها تداخل وهتحصل مشكلة. يمكن من المشاكل التانية وقد تكون حاليا مش مشكلة كبيرة لان خلاص بدأت الشركات كلها تعتمد الزيجبي في كل شيء، فبعض الشركات بتستخدم الزيجبي ككلوزد بروتوكول للديفايسز بتاعتها فقط، فبتضطر ان انت تختار الشركة بطريقة معينة او بتختار الشركة وتبقى عارف ان الشركة دي تقدر تعمل انتجريشنز مع الشركات التانية ولا لا. وكده يبقى قلنا لكم كام معلومة حلوة عن الزيجبي. عايز منكم شير، فولو، وتعملوا لنا لايك على لينكد ان بيج بتاعتنا، وتشيروا الفيديو ده يا ريت عشان المعلومات دي توصل لاكبر عدد من الناس وتكسبوا فيها ثواب ان شاء الله. واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. لو عاملين سبسكرايب هتشوفوا الحلقه الجايه ان شاء الله، واشوفكم على خير ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.